معلن بايرن ميونخ اليوم وتوماس توخيل على انتهاء أو الاتفاق على إنهاء التعاقد بينهم بنهاية الموسم. في أمر غريب عم بيصير بالنادي البافاري العملاق، وتحديدا من عام 2013، يعني بنحكي 10 سنين لورا. فقط بيب جوارديولا بقي بالنادي 1095 يوم، أي 3 سنوات، ومن وقتها لليوم خلال ال10 سنوات ما في حدا تخطى السنتين، والأسماء حطيتهم. يعني تخيلوا انه كارلو انشيلوتي بقي 454 يوم فقط وغادر. بوب هانكس او يوب هانكس اسطورة بايرن ميونخ عاد لتولي مسؤولية تدريب الفريق ل 265 يوم. نيكو كوفاتش ايضا اللاعب السابق 490. هانزي فليك 605، وهو الرقم لا في ناجلسمان اعلى ببضعة ايام 631، وتوخيل 332 يوم للآن، وأكيد رح يزيد لنهاية الموسم. هيدا الشيء بيأكد، ريت أعطيتكم أسماء عمالقة من بيب جوارديولا لأنشيلوتي لهانكس لفليك لناجلسمان وتوخيل، وكلهم أسماء قدروا نجحوا بعدة أندية ومنتخبات. فالمشكلة ليست بالكادر التدريبي ابدا ولا باسماء المدربين اللي عم بيروحوا بيجوا، المشكله اداريه، وشكله الباير عم بيعاني منها وراح يعاني لفترات طويله في حال ما تغيرت هيدي العقليه اللي عم بتدير النادي.